بودكاست أنا عايشة وعايزة كل حاجة. أهلا بيكم في كوشتي فلوستر مع كليو، المكان اللي فيه المشاعر مش بتتقيم لكن بتتفهم، لأفكار فضلنا نخبيها جوه نفسنا كتير، وللحظة اللي بتقولي فيها لنفسك أنا عايشة وعايزة كل حاجة. في لحظة كده جت من غير فرقعة، من غير مونولوج درامي، كنت أنا والفكرة دي، أنا عايشة والفكرة التانية من حقي أعيش، ومن حقي أعيش مبسوطة زي ما أنا بفهم السعادة، مش زي ما الناس متوقعين ولا زي ما المجتمع بيحاول يفرضه، بطريقتي أنا طول عمري بعمل اللي لازم من غير ما أسأل ليه. عديت على حاجات كانت ممكن تكسر أي حد، ساعدت ناس يعيشوا وأنا بنفسي كنت بحارب عشان أعيش. سكت، اتحملت، عوضت، ونسيت كتير إني أكتر من مجرد دور بلعبه. أنا مش عايزة أقول تاني ما هو لازم أعمل كده، أنا عايزة أقول أنا عايزة دلوقتي، عايزة أستمتع، أحس، أعيش، أضحك من قلبي، أتعرف على ناس وأماكن، أحس إني حرة، بسطة كده، سعادة حقيقية، وأكون ممتنة للوقت اللي لسه قدامي، عشان هو مش مضمون بس هو بتاعي. ولو أنا موجودة فأنا عايزة أكون موجودة بجد، عايزة أختار مش أستحمل، مش عايزة أقول يوماً يا ريتني كنت، يا ترى كان ممكن إيه، ليه ما خدتش الخطوة. مش عايزة أندم على حاجة بس عشان فرضوا عليا دور أنا ما طلبتوش، لا وأنا طفلة، ولا عشان أنا الأخت الكبيرة، ولا عشان الدين ممكن يرفض، أو العادات أو الناس، ولا عشان كنت مؤدبة زيادة، ولا عشان كنت بحاول أرضي الكل، ولا عشان اتعودت أمشي في السكة القديمة. كنت بقول لنفسي كتير هو كده، دلوقتي مش وقته. كنت مستنية الأمان، موافقة الناس، التوقيت الصح، بس الحقيقة الحياة عمرها ما سألتني أنا جاهزة ولا لأ لأي حاجة حصلت. كل حاجة حصلت وخلاص، وعشان كده الوقت اللي فاضل غالي قوي، قصير قوي، بس كفاية قوي إني أعيشه زي ما أنا عايزة. ما عادش عندي طاقة ولا مزاج أضيع وقتي في مساومات بترجعني لورا. مش همشي خطوة علشان حد تاني يرتاح، مش هخلي سعادتي مربوطة بحد تاني، ولا هسمح لحد ياخد حريتي أو يقولي أعيشها إزاي. لو أنت مشيتي بسرعة غيري تمام، امشي بطريقتك، بس ما توقفيش وما تاخدينيش معاكي في وقفتك. أنا اتنازلت كتير، دلوقتي عايزة أتنفس زي ما جسمي بيطلب، عايزة أفتح نفسي مش أشرح نفسي. لو هتيجي معايا يا مرحب، لو لأ أنا هكمل برضو. مش ناوية أضغط نفسي عشان أدخل في شكل معين، مش ناوية أرضي توقعات حد لو كانت ضد نموي. وعارفة يمكن الكلام ده دلوقتي باين واضح وسهل، بس هو ما نزلش من السما، ده اتبنى من الدموع، من الحدود اللي اضطريت أحطها، من الخساير اللي عديت بيها، ومن الحوارات اللي كان لازم تحصل بيني وبين نفسي بس كنت بأجلها كتير، عشان اللي اتعلم إن الحب ليه شروط، وإن القرب خطر، وإن الرجوع لورا أأمن من المواجهة. بالنسبة له الحياة مش حرية، هي تحكم. في كتاب رحلة هيكتور فيه جملة بسيطة: ناس كتير بيضيعوا سعادتهم لأنهم مش مصدقين إنهم يستحقوها. وأنا شفت نفسي في الجملة دي، ويمكن أنتي كمان تشوفي نفسك. أنا كنت قريبة من السعادة كتير، بس دايما كان في سؤال جوايا: هتفضل قد إيه؟ هتعود عليها وبعدين هيبعدوا تاني. وساعتها كنت أنا اللي ببعد، أنا اللي بخربها قبل ما تفرحني، مش علشان ما كنتش عايزة بس علشان كنت خايفة، ما كنتش عايزة أتهز فمنعت نفسي أفرح. وده تفكير الصدمة، تروما لوجيك، مش غلط بس هي ما بقتش نافعة لو أنا عايزة أعيش بجد. عارفة هيكتور فهمة إيه في الآخر؟ إن السعادة مش هدف كبير ولا خط نهاية ولا لحظة الكمال. السعادة شجاعة، إنك تفتحي قلبك للحياة رغم كل الخوف اللي فيها. وده خلاني أفهم أنا مش محتاجة أسيطر على كل حاجة، أنا ينفع أبقى موجودة بس، أفرح، أوثق،
حتى لو مش ضامنة إن الفرحة هتستمر. السعادة مش إنك تمسكي اللحظة، السعادة إنك تحسيها، وده أصعب حاجة لما تكوني موجوعة، بس أحن حاجة لما تبقي ناوية تعيشي بجد. وده مكاني دلوقتي. أنا مش البنت الصغيرة اللي بتحمي نفسها، ولا الست اللي بترجع خطوة علشان الناس ترتاح. أنا جاهزة، مش علشان الدنيا بقت آمنة، بس علشان أنا استاهل أعيش الحياة بكل تفاصيلها، بألوانها، بمرتفعاتها، بخطرها. جوايا صوت بيقول خدي بالك، ده هيكسر قلبك. حتى لو في حب، حتى لو في أمان. بشوف الإيد اللي ماسكاني، بس بحس بالخوف إنها تسيبني، فبفضل مستقلة، قوية، لوحدي، عشان الوحدة على الأقل مفهومة، عشان مفيش حد يكسرني تاني، عشان التحكم أأمن من الثقة. دي برضو تروما لوجيك. تروما لوجيك يعني أنا بخرب الحاجة قبل ما تكسرني، ببعد عن السعادة قبل ما تتعود عليها، بسيب الناس تقف بعيد عشان ما اخسرش تاني. المعتقدات دي مش جنان، هي كانت حماية زمان، عدتني من فترات ما كانش فيها أمان، بس النهاردة هي سجني. عشان كده التغيير صعب، مش بس عشان محتاج شجاعة، لكن محتاج إحساس جديد بالأمان، إحساس بيقولك ينفع تحبي، ينفع توثقي، وينفع تفرحي حتى لو الإحساس غريب. تروما لوجيك كمان بتقول أنا ما بصدقش في الهدوء، أنا مستنية الضربة الجاية أول ما الأمور تبقى حلوة، أنا ببوظ القربان قبل ما يوجعني. جسمي اتعلم بدري، انتي تعيشي لما تتحكمي، لما تلبي التوقعات، لما تبقي جاهزة لكل حاجة. وعشان كده السعادة مرعبة، مش بتتخطط ولا بتتسيطر عليها، هي حقيقية، وأي حاجة حقيقية بتخض اللي تعودوا على الألم. كبيرة، قريبة، قوي، بس دي مش الحقيقة، ده بس جهازك العصبي اللي لسه مش فاهم إنك دلوقتي بأمان. إيه اللي بيفضل حتى بعد الموت؟ عارفة، أنا كتير اتكلمت عن الحاجات اللي وجعتني، عن اللي شكلني، عن الدروس اللي اتعلمتها، بس اللي فعلا غيرني، اللي فتح قلبي، كانت هي سارة، بنتي، اللي بعد مايا كانت أكبر نعمة خدتها من الحياة. هي اللي ورتني إن الحب مش لازم يكون بصوت عالي عشان يغير كل حاجة، وإن الحياة مش لازم تكون طويلة عشان تسيب أثر، وإننا مش محتاجين وقت كتير عشان نلمس روح حد. إحنا بس محتاجين نكون حقيقيين ونحب ونبقى موجودين فعلا. أنا كنت معاها في رحلتها، بس هي كانت مرشدتي، أنا اللي شلتها وهي اللي ورتني يعني إيه تعاطف بجد. من خلالها ما تعلمتش التعاطف، أنا عشته، فهمته، حسيت بيه بكل قلبي، وهي الكائن الصغير القوي النوراني ده. كانت سعيدة، قالتها مش مرة، مرات كتير، ليا ولغيري. أنا مبسوطة، حياتي جميلة، بنت المفروض ما كنتش تعيش، إنسانة اتعذبت كتير، بس بالرغم من كل ده، أو يمكن عشانه، كانت فرحتها واضحة، والفرحة دي فضلت جوايا للأبد. سارة ما كنتش مجرد طفلة، كانت تجربة، كانت رابط، كانت وضوح. هي نورت لي حياتي وورتني إيه اللي فعلا مهم، مش قد إيه بنعيش، لكن قد إيه كنا حقيقيين. وعشان الهدية اللي هي ادتها لي أنا ممتنة لحد آخر نفس ليا. وعارفة إيه؟ بعد سارة ما قدرتش أقرأ كتاب أكتر 5 حاجات بيندم عليها الناس قبل ما يموتوا، كأنه كلام نظري، ما بقاش مجرد نص، بقى حقيقي، بقى حاجة أنا شفتها، لمستها، مشيت فيها معاها. لأن سارة هي عيشة العكس تماما. هي ما قالتش يا ريتني كنت ما قدرتش أجرب، عشت عمري أشتغل وأستحمل بس. لأ، هي قالت أنا مبسوطة، حياتي حلوة بالرغم من كل حاجة، ويمكن عشان كل حاجة. أما أنا دلوقتي عارفة كويس أنا مش عايزة أندم على إيه، مش عايزة أقول كنت بسكت كتير، كنت مطيعة زيادة،
كنت بلغي نفسي عشان الناس، كنت بستنى موافقة حد عشان أعيش. لأ، مش بعد سارة، هي عاشت في كام سنة حاجة ناس بتقعد سنين تدور عليها: امتنان، حب، وضوح، شجاعة، وهي قدرت. يبقى أنا كمان لازم أقدر، مش من شعور بالذنب، لكن من إحساس بالترابط، بالتقدير الحقيقي لحياتها، ومن جوه قلبي اللي بيقولي أنا لسه هنا ومن حقي، وحعيش ليا، لمايا، ولها، لسارة، لأن أوقات القرار الأهم في حياتك مش بيجي بصوت عالي، لكن في لحظة هادية، في رضا داخلي، رضا باللي كان، باللي لسه موجود، وباللي جاي. وعشان كده أنا عارفة النهاردة أنا مش عايزة أعيش على الهامش، أنا عايزة أعيش بجد، مش بعدين، مش على مزاج الناس، مش نسخ باهتة. أنا عايزة كل حاجة، مش بالرغم من ألمي، لكن معاه، لأني حولت الألم ده، ولأني فهمت خلاص إيه اللي فعلا يستاهل. وعشان كده بقولها بصوت واضح: أنا مش عايزة علاقات نص نص، ولا ناس تفضل طالما الدنيا سهلة، ولا كلام سطحي ما بيسألش جوايا في إيه. أنا عايزة لحظات عميقة، روابط حقيقية، وصراحة. مش حمسك في حد مش عارف هو أصلاً عايز يفضل ولا لأ. أنا مش محطة مؤقتة، ولا مشروع، ولا يمكن. أنا جاهزة لحاجة أكبر، مش بعدين، دلوقتي. عايزة أبص على حياتي وأقول أنا كنت حاضرة بكل ما فيا. أنا عايزة أحب وأقع وأقوم تاني. مش عايزة أبقى مثالية، عايزة أكون صادقة. ولو ده كتير على حد، يبقى هو مش ليا أصلا. لو حسيتي بالجملة دي، أنا عايشة، ما تسيبيهاش تعدي، اكتبيها، قوليها، ابعتيها لحد محتاج يسمعها. ساعات كل حاجة بتبدأ بجملة، ومش عارفة الجملة دي ممكن تفتح حياة لمين. ده كان كوشتشي فلوستر مع كليو، للي مش عايزين الحياة تكون أقساط، لكن عايزينها كاملة وبكلها. لو النهاردة الجملة دي جت على بالك، أنا عايشة وعايزة كل حاجة، اكتبيها، قوليها بصوت عالي، شاركيها معايا أو مع حد محتاج يسمعها. نشوفك المرة الجاية على الكنبة بتاعتي. بوسة، كليو.